انت مين يا بنت؟ انا مريم من الجمعيه. تعالوا بقى نشوف مريم ايه اللي حصل لها، دخلت الجمعيه ولا لسه ما قبضتش؟ نخش في الموضوع على طول. هو اللي انا سمعته ده صح؟ نهارك اسود، ايه ده؟ انا هخاف من ايه؟ بس كده كملي بنت اصلا شكلها اوه واو. الله الحمام الفاظ بذيئه. ذكي، انت ذكي وذواق. اسمك ايه يا حبيبتي مريم؟ اسمي مريم من الجمعيه. وانت اسمك ايه يا حبيبتي؟ ماليش دعوه. مالكيش دعوه. عيب يا بيه، عيب يا بيه. الحمد لله استاذه مريم شرفت على صفحه وزاره الداخليه، الحمد لله. بجد بحس ان العيال مكلبظه دي بتبقى كيوت. الواد ده هو بعيط عسل قوي، صعب عليا والله. طب يا طنطا هبقى بعيد عنك ازاي؟ انا بقى خدتها منظر عام. لا يا عمري عادي بس. لا يا بابا. هو ده بيبقى حالف الافراح، مش عارف انا رايح فين ولا جاي منين. على الطلاق انا كنت بشرب ميه كل شويه. ما انت عايز تشرب ايه يا حاج؟ وربنا ايوه. واكل كشري واكل مش عارف ايه وايه. الراجل ده بيعمل حاجات غريبه قوي، يشرب ميه وياكل كشري. ايه ده؟ يخرب بيتك، ايه الحلاوه دي؟ وتفاح وموز واستفندي وانا ماشي كده. يعني ممكن اجيب لي وانا ماشي كده الاقي الواد بيبيع كيلو تفاحات، كيلو تفاح. ازاي؟ عمر ما حد شفته في حياتي عملها. يعني ازاي ابقى معدي كده على واحد بيبيع فكه ولا تفاحه واقول له هات كيلو تفاح؟ ازاي؟ لا مستحيل. الموضوع ده ما بيحصلش غير كل 100 سنه مره. اغسله وازز فيه. يغسله ويأزأز فيه. تمام تمام جدا. ازز فيه في العربيه كده. عربيه ايه؟ عربيه كارو بتاعت البطاطا. فعلا الحاج علي بيتكلم كلام مظبوط. كيلو برتقال. ايوه. ازز فيه كيلو موز. اي حاجه كنت الاقيها اكلها. احلى حاجه فيه بتعجبني كيلو برتقان، كيلو موز، كله بيتأزز يا حاج. انت ما بتاكلش سوداني يا حبيبي. طب بصراحه بما يرضي الله انا اكيل. بصراحه بما يرضي الله هو اكيل بصراحه، يعني اكيل. بياكل موز وبرتقان واستفندي وبيأزأز لب واشترى كيلو تفاح كمان من العربيه. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده؟ كمل يلا. ابوك اسود. انت لو اتعمل كمنشة لصفحة وزارة الداخلية والله هتصعب عليا. مشكلة ان دول بأمهات المستقبل، دول بيعلموا اطفال ازاي ولا بيربوا اجيال ازاي؟ لا مش هكمل عشان انا اعصابي هتتعب. اجمد كده ولا لا بص ما تعيطش. الشرطة المدرسية بقى، الشرطة المدرسية بيحسسوك فعلا ان هم في كمين. بص الواد بيعمل ايه؟ انا مش هاخده منه. انا قادر عليه بس مش هاخده منه. يا بخت من جدره عفي بصراحة، يعني انا هاخد منه بس الخاتم عشان ممنوع. ادهات وممنوع الدخول شايفين بيعد الزبلايت ازاي؟ اهم حاجة في الدنيا الزبلايت ابو شرطتين. دخول بالخواتم، حزازات، سلاسل، كبات، كل الكلام ده ممنوع دخول. طب انت لابس كاب ليه؟ استفسار يعني، انت لابس كاب ليه؟ يعني الكابات ممنوعه، انت لابس كاب ليه؟ انا عايز افهم بعد اذنك، ممكن توضح لي؟ المدرسه ما ينفعش ايه؟ لا ما ينفعش. في تعليمات بتنزل صفحه المدرسه بالكلام ده صح؟ ايوه تعليمات جايه من العميد. تعليمات جايه من العميد. احنا ناخد الكلمه من العميد نطبقها على ارض الواقع. حوش المدرسه بقى ليه كبير يا حاره. انا هخاف من ايه؟ ايوه تخاف من ايه؟ هخاف من ايه؟ انا اسمي بطعم الجمعيه واللي يجي ما يقدرش عليا. بص بقى اللي جاي. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالك. لما جيت يا زميلي ليه انت اختفيت؟ لا واثقه من نفسيها. بص كده بص، انا اللي ما فيش حد يقدر عليا. واثقه من نفسيها مش
وزارة الداخلية ما بتهزرش وحدة مباحث المرج طح. ولا حد واخد باله مني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا واللي يضايقك في الموضوع إن هما لما بتروح تتقدم لها بيقول لك إحنا بنتنا ما بتطلعش بره البيت، إحنا عايزين نص كيلو ده، نص كيلو ده بمين يا ولية؟ بصي ياما تعالي اتفرجي معايا، بصي ده بتعقب بترقص أحسن من حبه بيكا. لا ويقول لك ايه، انا بنتي لازم تكمل علام، يعني لما تتجوز تخليها تكمل علام. عينيا يا حاج، هو ده العلام؟ ده العلام بتاع البنات؟ هي دي تربيتكم؟ دي مش تربيه والله، دي ما تربيه، دي تربيه قطط. ابوس ايدك، شجع الشباب. عاش عليكم والله، عاش عليكم، تعليم محترم والله العظيم، تعليم محترم وكفو بجد، هو ده التعليم في مصر. يلا يا محمد، عملت لك كل الاكل اللي انت بتحبه. تسلم ايدك يا حبيبتي، احسن انا جعان قوي. بالهنا والشفا. بقول لك ايه يا محمد، امك شكلها جت، انا هشيل يعني ايه امه جت؟ ما تحط الاكل عشان امه تاكل معاكم، حط يا ماما الاكل ده دلوقتي ولما تمشي نبقى طب وايه المشكله؟ امي جت يا ياسمين، في ايه؟ ماما هتاكل معانا. راجل يالا، ايوه كده هو ده المظبوط، اقف لها زي السيف. لا مش هينفع طبعا، عامله الاكل ده يا دوب على قد ده انتي اعوذ بالله. يومين. قد ايه يا ياسمين؟ ما الاكل كتير اهو. لا هو على قد اليومين، انا عارفه انا بقول لك ايه. ايه يا بنت اللي انت بتقولي ده؟ ايه بقى؟ يخرب بيتك يا ياسمين. لا ايوه. بص بقى، بعد ده كله الصدمه بقى، اخدت الصدمه بقى. هو في ايه؟ سايبيني ساعه على الباب كل ده حماتي. ايوه حماتي، تعالي شوفي بنتك يا حماتي، هجوعكوا يا حماتي، وحياة ربنا ما هتاكلوا لقمه غير لما تكنسوا البيت وتمسحوا وتطبخوا وتعملوا كل اللي انا عايزه. تعالي يا حماتي اتفضلي. ايه ده؟ ماما حماتي. ايوه ياما ماما يا حبيبتي، دخل الفراخ ترجع التلاجة، الاكل ده يكفينا يومين. بتحبك يا ماما يا حبيبتي، ده انا كنت لسه بحط الاكل، يلا بقى عشان تاكلي معانا. والله يا حبيبتي والنبي ده انا واقعه من الجوع. والاكل اللي انا بحبه كمان، انت عارفه ان انا جايه؟ يا نهار ابيض، والله يا بنتي بحبك وبموت فيكي. ايه يا حماتي؟ اصل الاكل ده يا حماتي على القد، عاملينه عشان يقضينا يومين 3 جايين. ما هو يا محمد على قد وهيكفينا احنا الثلاثه. بقول لك يا ياسمين، بقول لك هيكفينا. انقلب السحر على الساحر، كما تدين تدان. تاكل معانا؟ لا مش هيكفينا. ليه يا محمد؟ يرضيك يا حماتي ان انت تاكلي من اكلنا اللي احنا جايبينه على القد؟ انت بتقول ايه يا محمد؟ يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ اوعي بنتك اللي عملت كده يا حاجه، ارجعي للبدايه هتلاقي بنتك اللي عملت كده ياما. ياسمين يا محمد اوعي ايدك، امك يا ما هو على قدنا احنا الثلاثه. خلاص مامتك مش هتاكل معانا، عايزه يا حماتي تقعدي، تعالي اقعدي مع بنتك ساعديها ولا شوفي هتعملي معاها ايه، لكن اكل النار مفيش اكل. اقعدي يا حماتي يلا. يعني هي كده؟ ايوه هي كده، انت زي ما عملتي في امي انا هعمل في امك، واقول لك على حاجه، امك هتطبخ وتغسل وتنشر. هي كده يا حماتي، الاكل ده احنا هيكفينا 3-4 ايام، ينفع انت تيجي تاخدي منه؟ ايه يا محمد اللي بتقوله ده؟ انت عمرك يا ابني ما كنت بخيل يا محمد، انا زي امك يا محمد، انا زي امك يا حبيبي، انت عمرك ما كنت بخيل كده. لا ما انا بقيت بخيل بقى يا حماتي، كل حاجه بتتغير، وقال لك دوام الحال من المحال، وبكره الكفته تبقى في ايديك، بعده تبقى في ايد غيرك. اللي اوله فسيخ اخره رنجه يا حاجه. هاكل انا يا ياسمين على ما امك تخلص، اصل الكفته يا حماتي حلوه قوي بس بتاعتنا احنا بس. ايه ياسمين اللي جوزك بيعمله ده؟ انا مش عارفه يا ماما هو بيعمل كده ليه. معلش يا ماما يا حبيبتي، انا تعباكي معايا. ما تقوليش كده يا حبيبتي، ما كنتش انا اخدمك، مين هيخدمك؟ مين هيخدمك يا ماما؟ مين هيخدمك لو ما كنتش انا اخدمك؟ ده انا امك يا حبيبتي. ايه يا حماتي ده؟ المعالج يا حماتي كده متوسخه. لا يلا ولا انت كده بقيت في مستفز، يلا اهدى شويه، اهدى، مش كده يعني، اوفر بصراحه، بقيت اوفر يعني. مش مغسوله كويس. ايه يا ياسمين في ايه؟ امك ما بتعرفش تنظف ولا ايه؟ بقول لك ايه يا حماتي، انا عايز المطبخ ده يتنضف حته حته. انا عايزه يبرق، انا عايز اجي كده اشوف وشي فيه، تشغليه زي المرايه زي الكوبايه، المهم انا عايزه ازاز. والثلاجه دي تفتحيها تطلعي كل اللي جواها، تنضفي وتحطي الحاجه السليمه وترمي الحاجه البايظه. كلامي يتسمع، انا راجل البيت ده، انا راجل البيت وكلامي يتسمع.
اي حاجه في التلاجة بايظه طلعيها ارميها وسيب السليمه عشان امي جايه. من عيني يا محمد، عينيا يا ابني. في يا محمد انت بتعامل ماما كده الست صعبانه عليا والله، والله الست دي طيبه قوي. ليه؟ هي مش شغاله على فكره. يعني بنتك حامل وعايزه حد يجي يخدمها. اجيب امي تخدمها يعني ولا ايه؟ لا مش ينفع، مش ينفع يا حماتي، انت تخدمي بنتك لحمك ودمك، انما امي ما بتخدمش، انا امي مش خدامه. يا ابني وحد ليه؟ انا اشيلها فوق عينيا، ما انا معاك اهو يا حبيبي. بالله عليك يا حماتي ده منظر بوتاجاز. لا والله. لا انا كنت لسه هغسله. تجيبي بقى الصابون وتجيبي سلك المواعين وتبرشي. حاضر يا محمد، بس انا عشان عايزه امي جت امبارح عملت كده، يعني هي امي لا مؤاخذه تتعب وتخدم مراتي يا حماتي وانت ما تستخسري فيها؟ كلمه حلوه هي بصراحه، يعني كلمه الى حد ما حلوه بس مش منطقيه يعني. لا طبعا لا يا محمد ما اقدرش، بس انت ابني متغير معايا ليه كده؟ بص يا حماتي من الاخر كده، بنتك مش عايزه توكل امي، فانا هتغير مع امها بصراحه ربنا يعني. متغير؟ لا يا حماتي ده تغيير للاحسن، اصل البني ادم كل يوم بيكبر بيتعلم حاجات جديده، وكل ما بيتعلم حاجات جديده بيطور من شخصيته، بيطور من معاملته مع الناس. هو انت مزعله جوزك في حاجه يا ياسمين؟ لا ياما مش مزعله في حاجه، هي بس عايزه تحرم امه من الاكل بس مش اكتر. خلاص يا حماتي ملوش لازمه الكلام ده، خلاص المطبخ ده عشان الحمام عايز يتنضف والبانيو عايز يتنضف والدش عايز يتنضف. هيهلكهم بس بصراحه البت دي هي اللي غلطان، مراته اللي غلطانه من البدايه. خلاص يا محمد انت عايز ايه؟ انا غلطانه يا محمد، انا غلطانه. ايوه كده اعترفي بغلطك، انت غلطانه، انت غلطانه يا محمد. يريحك؟ انا غلطانه وما كانش ينفع اعمل كده. خلاص بنت هتعيط. ما تعيطيش. يلا خلي امك تنضف. حماتي النبي دي غسالة اطباق اغسليها. حماتي والنبي دي غسالة اطباق، هي بتغسل اصلا، اغسليها هي كده. حاضر يا حبيبي. هو ايه ده؟ وماله يا بنتي وماله؟ ما كنتش انا ايه؟ بصراحة ربنا هو ده الرد المقنع. هي قصة اكل ولا ايه؟ احنا في مجاعة في مصر هنا يا جدعان ولا ايه؟ مامتك وباباك؟ ايوه. هو ايه اللي جابهم هنا يا هشام دلوقتي على الغدا؟ يا عيني، يعني ايه مامتك جايين ياكلوا معايا؟ امي وابويا بياكلوا يعني من خيري. في ايه يا بنتي؟ انا اللي ندهت لهم ينزلوا يتغدوا معانا بدل ما هم قاعدين لوحدهم فوق، وبعدين ما انا قايل لك اعملي اكل بزياده. ما انا عامله اكل على قدنا انا وانت بس يا هشام، ما اعرفش ان هم نازلين لنا. خلاص يا حبيبتي، خلاص يا هشام، يلا يا حاجه نطلع ناكل فوق. ما تطلعش يا حاج، ده بيت ابنك، ما تطلعش. هو في ايه يا حبيبي؟ ما انت اللي ندهت لنا، هو احنا ناقصين اكل وشرب؟ انا غلطان يا ام، انا غلطان. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. لو ما عملتش لايك انزل اعمل لايك، لو ما اشتركتش في القناه انزل اشترك دلوقتي حالا عشان في فيديوهات جايه كتيره جدا ممكن تعجبك، وباذن الله هتكون مستمتع وانت بتتفرج. مستنيكوا في الفيديوهات الجايه، وسلام.